السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله النهارده ربنا كرمنا وقدرنا نكسب المصري بورسعيد النهارده، نكسبه 4-0. شفنا تألق إمام عاشور، شفنا رضا سليم، شفنا النهارده اللعيبة بسم الله ما شاء الله كانت عايزة تقدم النهارده وتعوض خسارة السوبر الافريقي مع الاتحاد العاصمه، لكن الحمد لله ربنا كرمنا. شفنا النهارده التغيير الوحيد بس في اللعيبه كان كوكا مكان مروان عطيه، لكن حاجه بسم الله ما شاء الله النهارده الكل كان بيأدي، اللي بره واللي جوه. النهارده حاجه بسم الله ما شاء الله، احنا بنحمد ربنا على نعمه النادي الاهلي، بجد والله بنحمد ربنا على نعمه النادي الاهلي. النهارده كان علي ماهر كان قاعد كان شايط بره الملعب، فعلا الاهلي النهارده عمل ماتش عالمي. شفنا النهارده مسك بورسعيد النهارده الشوط الثاني من بعد طرد باهر المحمدي، وطرد كان مستحق من باهر المحمدي. احنا شفنا التدخل العنيف على امام عاشور، شفنا امام عاشور النهارده بيعمل ايه. امام عاشور ان شاء الله الفتره اللي جايه مكسب كبير جدا. شفنا رضا سليم برضه مكسب كبير جدا. ما حدش يرجع ويقول ده مودس النهارده ما لعبش، الصفقه دي فاشله. لا يا جماعه، النهارده ما كانش فيه عرضيات. النهارده المودس النهارده لو كان فيه عرضيات متقنه النهارده لمودس كنت اتفرج عليه. الراجل ده هداف ولسه في جاي ان شاء الله كتير. احنا شفنا 2 اسيست النهارده من امام عاشور، واحد لرضا سليم وواحد لبيرسيتاو. بيرسيتاو حاجه بسم الله ما شاء الله، 1-2 والثالثه في الجون، 1-2 والثالثه في الجون. شفنا التغييرات في اخر المباراه النهارده من كولر النهارده. بص ده ايه يا عم، ايه يا عم تعمل ايه يا عم الحاج؟ 5 مره واحده انت بتغير نص الفريق، ونص الفريق بينزل بيكون احسن من النص اللي طلع. لا حاجه بسم الله ما شاء الله. شفنا النهارده عوده حميده لكريم فؤاد، فعلا اللي كان الاهلي محتاجه الفتره اللي فاتت. شفنا كريم فؤاد بسم الله ما شاء الله نزل عمل ايه. كريم فؤاد من قبل ما يتصاب السنه اللي فاتت لما اتصاب من عبد الله السعيد كان مبدع وكان محرز اهداف، لكن النهارده بسم الله ما شاء الله بينزل واول مشاركه ليه من بعد الاصابه بيجيب هدف. ده بيدل على ان اللعيبه نازله مركزه، اللعيبه عايزه تقدم. ده ولسه في بقى ربنا يكرمنا هيرجع بقى كريم فؤاد، لسه عندنا كهربا، لسه حسين الشحات، لسه الفريق كله لما يتجمع انت هتشوف الاهلي حاجه ثانيه خالص. النهارده الاهلي بيثبت ان اللي جوه زي اللي بره، زي اللي بره التشكيل كله، كل واحد. النهارده كولر بيدي للعيبه كل واحد على حده. شفنا بسم الله ما شاء الله ال1-2 بين عندك قفشه، احمد عبد القادر، كريم فؤاد، هات وخد. شفنا بسم الله ما شاء الله. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين الاهلي يكون بنفس الطريقه دي طول الموسم. الحمد لله احنا عدينا مرحله صعبه مع المصري فريق صعب. احنا السنه اللي فاتت كنا مسيطرين تماما على الدوري، اتعادلنا معاه رايح جاي، يعني اتعادلنا معاه رايح جاي. احنا السنه دي من اول الموسم لا كده مظبوط، علشان النادي الاهلي يعرف يركز في افريقيا، يعرف يشوف اللعيبه. النهارده احنا شفنا لعيبه النهارده حاجه بسم الله ما شاء الله. انا بتمنى يفضلوا على نفس المستوى، بتمنى اللعيبه تفضل مركزه بنفس التركيز اللي احنا شفناه. شفنا امام عاشور واعتذاره للجمهور، بس انا بعتب على الجمهور النهارده. ما فيش يا جماعه الجمهور، شفنا الاستاد عامل ازاي، يعني شفنا الافتتاحيه عامله ازاي. مش هو ده النادي الاهلي ولا هو ده جمهور النادي الاهلي، يعني حاجه ما تذكرش. احنا بنشوف الدوريات بره اللي جنبنا، شفنا السعوديه عامله ازاي، شفنا الجمهور حوالينا عامل ازاي، لكن احنا بالمنظر اللي احنا شفناه ده لا، مش هو ده جمهور النادي الاهلي، ولا هي دي الرياضه المصريه اللي احنا كنا بنشوفها، والاستادات اللي كانت بتبقى مليانه لاخرها. لكن للاسف هنقول ايه، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب في اللي احنا فيه، اللي خلى المدرجات بالمنظر الوحش البشع اللي احنا شايفينه ده. لان ما ينفعش يكون فريق الاهلي والمصري من اكبر فرق مصر وافريقيا والعالم العربي يكون بالمنظر ده، مفيش جمهور ولا في حياه داخل المدرجات، بس ال1000 ولا 1500 اللي موجودين اللي صوتهم اتنبح من قبل المباراه لبعد المباراه. حرام والله حرام، لازم يشوفوا حل. وتفتح يا عم المدرجات، افتحوا بقى المدرجات، افتح المدرجات، افتحوها، خلي الناس تتمتع. الناس زمان كنا بنروح بنتمتع ونشوف الدنيا فيها ايه، لكن دلوقتي المنظر لا يسر العدو ولا حبيب. نرجع للمباراة. الحمد لله احنا عدينا خطوة، عندنا ان شاء الله الفترة اللي جاية في اعداد
للفريق باذن الله، وان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يكرمنا في طبعا المباريات القادمه اللي جايه. انت عندك في طبعا الزمالك هيلعب يوم الخميس مع بيراميدز، طبعا من بعد ما شاف الماتش النهارده ومن بعد ما شاف امام عاشور في حرقان في 100 عقبه، النهارده في شياط في 100 عقبه. هتلاقي الكل النهارده عمال يضرب كف على كف. تضربوا كف على كف ليه يا عم الحاج؟ من امام عاشور. مش هو ده اللي كنتوا بتقولوا عليه وشه فقر، وهو ده اللي نحس الاهلي، وهو دوت اللي مبوظ النادي الاهلي، وهو ده معرفش الكرامه، وهو ده معرفش ايه. اهو الحمد لله ربنا كرمنا بسم الله ما شاء الله. النهارده الولد نازل مركز وخاسس وعنده شغل في دماغه عايز يقدمه لجمهور ويقدمه للنادي الاهلي علشان يثبت نفسه. انت في نادي كبير، انت في اكبر نادي في افريقيا والوطن العربي، صح ولا لا؟ فاحنا بنتمنى ان شاء الله ربنا يكرمك وتفضل كده، محدش يلعب في دماغك وما تتغرش يا عم امام. لسه المستقبل قدامك كبير. الحمد لله النهارده اطمنا النهارده على احمد عبد القادر، شفنا احمد عبد القادر، شفنا كريم فؤاد، الحمد لله ربنا كرمنا وبنحمد ربنا على المكسب الجميل. فبتمنى ان شاء الله نفضل على المستوى، يعني احنا نفضل على المستوى دوت، ما نفضلش بقى نطلع على خط وننزل من خط ونطلع على سطر ونسيب سطر زي ما كنا بنعمل الموسم اللي قبل اللي فات. فاحنا نتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه، والف مليون مبروك للنادي الاهلي، والف مليون مبروك للعيبه اللي قدرت النهارده تعمل مباراه عالميه النهارده بمكسب، ولا اجمل ولا اروع من كده. يعني مكسب حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه تشرف. ما فعلا احنا عايزين النادي الاهلي كده. انزلوا كل الملعب، انزل يا عم كل الملعب، كل النجيله. اللي قبلك كان بيعمل كده، اللي قبلك كان بيعمل كده. كنا بنشوف ايام جوزيه، كانت ايام جوزيه بسم الله ما شاء الله، من اول حارس لحد المهاجم الكل كان بياكل في النجيله. ليه؟ كان عايز يثبت نفسه. علشان كده ربنا كرمهم وحصدوا كل البطولات اللي كانت موجوده اياميها. فانا بتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه، وبتمنى ان شاء الله ربنا يبعد الاصابات عن اللعيبه، وبتمنى الشفاء العاجل للمصابين. احنا عندنا مستشفى لسه، ده لسه في مستشفى تاني، يعني احنا لسه في مستشفى لسه كمان. فان شاء الله بدايه موفقه بنحمد ربنا عليها. الحمد لله. نمسك بقى على نفسنا ونقفل على نفسنا، ما نسمعش الاشاعات، ما نمسكش الموبايلات، ما نقعدش ليل ونهار على السوشيال ميديا ونسمع ونركز معاهم ده قال وده عاد وما اعرفش ايه. انسى. العالم كله بره ما بيتكلمش كده. كل واحد بيخلص المباراه بتاعته بيروح على بيته، بيفكر في المباراه اللي بعد كده. يعني انت عندك ليفربول هيلعب 3 مباريات في اسبوع. هل من المعقول ان هم كل واحد فيهم فاضي هيمسك الموبايل بتاعه ويقعد؟ لا. احنا نركز النهارده في اللي جاي، وان شاء الله ربنا يكرمنا. وبتمنى ان شاء الله الخير للنادي الاهلي الفتره اللي جايه، والف مليون مبروك للنادي الاهلي. وشكرا لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.